السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم زوز انواع من لي تارت. النوع الاول راح يكون هذه هي لا تارت اللي راكم تشوفوا فيها، اللي هي تاع الدفتر العائلي والا تاع العقد. والنوع الثاني هو هذه هي لا تارت تاع توديع العزوبيه. رايحين نبدو بالحشو. بالنسبه للحشو انا استعملت حشو سامبل اللي هو شونتي. درت زوز كيسان شونتي، ضفت عليهم كاس ونص ماء بارد ونصف كأس دوغ راح نضيفه بالتدريج حتى نوصل للقوام اللي انا نحوس عليه. الشونتي نبدا نطلعها في السرعه الاولى، وبعد وين نشوفها بدت تثقال نبدا نزيد في السرعه ونبقى نطلع فيها حتى المده تاع 20 دقيقه حتى يتضاعف الحجم تاعها بالشكل هذا. نوع الشونتي اللي نستعمله انا نستعمل لوتيوس. هذه تاع يعني زوز كيسان درتو حشو لاتارت تاع الدفتر العائلي، فيها 30 على 40 سنتيمتر. ديما السوطارت نستعمل سوطارت هذه اللي تكون مصنوعة من الخشب، تساعدني كي نهز لاطارت ما تميلش، وحتى في النقل تكون آمنة، يعني ما تفسدش لاطارت في النقل. هنا راح نحط الجينواز الطبقة الأولى. الجينواز أنا اللاطارت هذه تاع الدفتر العائلي استعملت 15 بيضة. 15 بيضة راح يديرولي 3 طبقات. أنا نطيب الجينواز تاع الورقة، ندير 15 بيضة معها 400 غرام سكر و450 غرام فرينة، كيسين خميرة حلويات ورشة الملح أكيد والفاني. إذا تحبوا لا غوسات اللي نستعملها للجينواز ارجعوا للفيديوهات القديمة راح تلقوه، لأني كون درت الجينواز كانت راح يجيني الفيديو طويل ياسر. هنا بعد ما شربت الطبقة الأولى، بالنسبة للسيرو ندير كاس سكر و3 كيسان ماء، نخليهم يغلو، نحسب 10 دقائق ونطفيه، نضيف عليه شوية فاني وشريحة من الليمون ونخليه يبرد، وبعد نسقي بيه كما تشوفوا في الفيديو. الحشو هنا راهو حسب طلب الزبون، كاين اللي يحبها محشية كاين اللي يحبها سامبل، كل واحد نديرله حسب الطلب تاعو. لكن ديما كنحط الشونتيي تكون ثقيلة ما تكونش خفيفة، وفي نفس الوقت تكون يعني الارتفاع تاعها اقل شويه برك من الارتفاع تاع الجينواز. هنا بعد ما كملت الطبقات في 3، يعني درنا 2 طبقات حشو و3 طبقات من الجينواز، رايحه نمسح البقايا تاع السيرو ونحطها في الفريجيدير. في الفريجيدير ماشي في الكونجيلاتور، انا ديما نخدم بالفريجيدير. هنا بعد ما حكمت روحها شوي واحد ساعه تقريبا نخرجها من الفريجيدير، نحي هذاك السيرسو. انا ديما يساعدني في الخدمه، واللي يسقسوني بقداه شريته انا راني نسيت عندي مده كبيره ملي شريته. ولهنا نجيب الشونتي اللي راح نستعملها للتغليف نديرها فلوتور، ومن بعد نبدا ندير من الاعلى. نستعمل دائما لابوش. الشونتي تاع التغليف انا درت 2 كيسان شونتي مع كاس ونص ماء بارد. التغليف ديما نخلو الشونتي تكون اثقل باش تمد لينا هذاك الليساج اللي يكون ما فيش عيوب، وفي نفس الوقت اذا درنا عليها اي ديكوراسيون ما تفسدش. وتوا راح نبدا نليسي فيها. المقادير اللي راني قاعده نقول لكم فيها توا راهي المقادير اللي استعملتها لطاقة تاع الدفتر العائلي. نبدا نليسي بالجانب ونحي البقايا تاع الليساج اللي خدمته. نخدم بالطريقه هذه يعني تمد لي نتيجه باهيه، ويبقى كل واحده فينا كي تخدم راح تشوف الطريقه اللي تخرج عليها. انا كل مره نخدم بطريقه زي المهم اني نتحصل على نتيجه اللي تكون ما فيهاش العيوب باينه خلاص. الطبقه تاع الشونتي اللي نديرها من الاعلى ما نديرش طبقه كبيره، لاني راح نحط عفوا هذيك الصوره تاع القفرات يعني راح تتغطى. ونكمل نليسي بالطريقه هذه. كل واحده تستعمل الاداه اللي تشوفها مناسبه في الليساج. انا بعد ما نليسي بهذيك البيضه اللي شفتوني نليسي بها المره الاولى، نليسي بهذه الكوبات لانها تمد لي يعني السطح يكون املس وما فيه حتى عيب. نكمل نخدم بالطريقه هذه، وتوا رايحه نحطها في الفريجيدير تركح شويه برك، يعني واحد نصف ساعه، وبعد رايحه نحط عليها لافوطو.
وديما بعد ما نكمل نخدم بالطريقة هذه اللي راكم تشوفوا فيها، نمسح الجوانب تاع السوتارت لانه راح تكون فيها البقايا تاع الشونتي، ونحن لازم الخدمة دائما تكون نظيفة. توا رايحة ندير نلون شونتي اللي راح نزين بها. هنا درت كاس من الشونتي مع كاس غير ربع من الماء البارد. رايحة نضيف عليه لاروم تاع شوينغوم اللي تمد لي اللون الازرق. انا دائما في التلوين نستعمل لاروم، لاني اذا استعملت الملون فقط، الملونات كل اللي استعملتها فيها جو مالح والا مر. نولي ندير لاروم تمد لي لوغو وتمد لي اللون، وبعد ندعم هذاك اللون باش يكون اقوى بالكولورون. نستعمل الكولورون بودر اللي شفتوه، هذا هو اللي بان لي احسن نوع استعملته. نذوبه في شويه ماء بارد ونبدا نضيف فيه. هنا اذا شفت الشونتي تاعي بدت تسيل نزيد لها شويه شونتي بودر. دائما انا كي نخدم نخلي شويه شونتي بودر كاينه تاع اونكا جتني لا شونتي اللي خدمت بها سالت نلقى باش نعوضها. نجيب لا فوتو اللي خدمتها. لا فوتو هذه انا كنت تيليشارجيتها من بانترست، وبعد نداها اللي يكون عندهم لا ماشين اللي تخدم تطبعها لي في ورق غفرات. اللي يحبوا يخدموا ويكونوا من هنا من تبستا، انا نخدم عند لابيرل دور، يعني نخرج لا فوتو هذه كان عفوا نتيلي شارجاها، وبعد نروح ندير لها الريغلاج، نعدل في اي حاجه حبتها ونكتب واش حابه انا. هنا بديت نخدم، وبعد ما عجبنيش هذاك التزيين اللي درته بدلت نحيته عادي وبدلت درت الشكل هذا. لادوي اللي نستعمل فيها الرقم تاعها 63. بعد زينت بهذا الورد الابيض وزدت هذا الورد اللي في اللون الازرق بالشكل هذا. هذا التزيين كل نقدروا نديروه في نهار واحد، يعني نورمال، مش لازم لاطارت نخليها تبات. كيف انا نورمالمون بديت نخدم فيها، بديت الجينواز على 6، كملت لاطارت هذه كملتها على 9، يعني كامله في الشكل هذا كملتها على 9 وخليتها في الفريجيدير حتى تبات ليله كامله، نخليها تحكم روحها مليح. وبعد ندير الريبون هذاك اللي شفتوه انا درته من غدوه. توا نروحوا لاطارت النوع الثاني اللي هي لاطارت تاع تبديل العزوبيه. هذه درتها صغيره، طيب جينواز فيها 6 بيضات، درت فيها 140 غرام سكر و180 غرام فرينه وكيس تاع خميره حلويات. بعد ما طابت قسمتها على زوز، مدت لي الطبقة الأولى والطبقة الثالثة، والطبقة اللي في النص جتني مقسومة على 2. يعني هذيك الورقة اللي طيبتها في مول فيه 35 على 35 سنتيمتر، قسمتها على زوز، ومن بعد جتني يعني نصفين يكونوا طوال، زدت نقصت منهم شوي تحصلت على 3 قطع. حشيتها حتى هي من داخل الحشو تاعها سامبل شونتي سامبل. نورمالمون درت كاس ونص للحشو وكاس ونص للتغليف والتزيين. ديما لا شونتي تاع الحشو تكون اخف من شونتي تاع التغليف. بالنسبه للتلوين لونت بنفس الطريقه، استعملت نفس النوعيه تاع الكولورون. وبالنسبه للاروم استعملت لاروم تاع الفريز، زدت لاروم تاع الفريز هي الاولى، وبعد بديت نضيف في الملون الغوز. هنا هذيك الصورة نفس الشيء خرجتها من بانترست امبريميتها، وبعد درتها عفوا في بابي فوتو وامبريميتها ونحطها عادي على لاطارت بالشكل هذا. هنا حطيت الفراشات، ودائما كي نكون راح نستعمل غفرات راني نقول للزبون والا الزبونه راني راح نستعمل ورق الغفرات. كي نكون راح نستعمل والا نخيروا اللي يحب ورق الغفرات والا اللي يحب الورق هذا هو وش يحب. هنا بعد راح نحط الاسماء نزين بيهم والا الكتابه كيف كيف راح يخيرها الزبون. انا لاباتا سكر ديما نطبعها نهار من قبل، ونهار الثاني ندير فيه التزيين. كيف لاطارت هذه كوفريتها درت لها لا كوفرتور وخليتها باتت في الفريجيدير. هذا درته الصباح، التزيين هذا درته الصباح، يعني لا فوتو ما درتهاش في الليل، لا فوتو درتها الصباح قبل ما تدها الزبونة. نفس الشيء الكتابة ولا باتا سكر، وكان هذا الشكل اللي تحصلت عليه. الأبعاد اللي تحصلت عليهم في لاطارت هذه هو 26 على 20 سنتيمتر.
زدت لها هذوكم لي بيرل كيف زينت بيهم. راح نقول لكم توا على السعر. بالنسبه لاطارت هذه اللي راكم تشوفوا فيها انا حسبتها عفوا 200,000، ولاطارت هذه تاع الدفتر العائلي حسبتها 350,000. ويبقى الاختلاف دائما حسب السلعه اللي شرينا بقداه، وحسب الشكل اللي تحصلنا عليه والاتقان، حتى هو راهو عنده دور. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنسوش تخلوا لي جيم كومنتير. اترككم الان في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.